هلا وشنوكم شخباركم. اليوم راح اسوي لوبيا وتمن. انا اللوبيا مالتي منقعته وغاسلته زين، وهسه حخليه على الطبخ ينطبخ، وراح اسويها ويا الدجاج. انا الدجاج مالتي تبلته مع الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الاسود، وشويه خليت عليه ماجي مال الدجاج. وهسه بعدين اوريكم خطوات الاخرى. انا هسه حاخلي المطيبات مالتي بالماي مال التمن، يعني هو هيل وقرنفل وقرفة وورق غار، اخلي بالماي مال التمن مالتي، واخلي ايضا قطعة من ماجي من مال الخضار، بسم الله، واخلي ملح وقبقه لحد يفور الماي مالتي. بعدين حاخذ التمن بيه واخدر التمن ويا اللوبيا مالتي. اللوبيا مالتي هنا يفور، بس اني اصفيه، لان اذا اخليه وهو الماي مالته التمن مالتي حيسود وشكله منظره مو حلو. بعدين اوريكم اشياء راح اعمل. الدجاج مالتي من وصل لهذا المرحله، يعني شوي اخذ لون، راح اخلي عليه ملعقتين من الطعام زعفران، بسم الله الرحمن الرحيم، واخلي شويه المواد المزج، وبعدين اطفيه واخليها تحت التمن مالتي. الماي مالتي هسه فارت، راح انزل التمن عليه. احنا بالعراق نستعمل تمن العنبر او رز العنبر، احنا ماكو مع الاسف، بس احنا يعني استعمل اكثر شيء الرز المحمود هنا. يعني انا ما اعرف اي نوعية زين، بس الرز المحمود اني مجربته وطيبة وكلش طيبة يعني. واكو هنا ايضا رز ايراني اسمه طارم، بس كلش غالي، هم طعمه ونكهته كلش طيبة، بس غالي. انتو قولوا لي اي نوع من التمن انتو تستعملون، يعني انا ودهم اجربه، لان انا بس لحد الان مجربه الرز المحمود، ما مجربه غير شيء، لان هذا يعني من مجربته اعرف النوعية مالته والكيفية الكواليتي مالته شلونه. من هذا ما اعرف اي تمن زين، يعني اني ارجوكم اكتبوا لي اي تمن او الرز زين عود اني ما استعمله. اني هسه راح اعطيه خطه بسيطه، لا هوايه يعني لا تخبطوا، لان التمن مالتكم يتكسر، بس هيك خلطه وخلطتين اطوه وخلوه لحد التمن يستوي. وبعدين هم من قبل ما تصفوا هم اطوا خلطه على مود لا يلزق بعضه. هسه التمن مالتي بعد ما فور 5 دقائق، اني راح انزل اللوبيا عليه. اللوبيا مالتي انا صفيتها، بسم الله الرحمن الرحيم، واخلطهم مع بعض واخليه في دقيقتين هم يجي سوا يفور مع بعض. بعدين راح اصفيه من الماء مالته. انا بهذا المرحله راح اخلي شويه زيت تحت الجدريه مالتي، بكعب الجدريه مالتي، وشويه هيجي اسوي علشان الدهن او الزيت يعني يغطي كل الجدريه مالتي. وهسه بهذا المرحله انا قطعت طماطه هيجي بهذا الشكل، راح اخليه تحت التمن مالتي طماطه، بسم الله الرحمن الرحيم، هيك اصفطه. انا الطماطه مالتي ملحته، ما تخلون طماطة جوا يصير كلش طيب. تمن اللوبيا مالتنا
هسه بهذا المرحلة راح اخلي الرز مالتي. بسم الله. أنا ليش قلت بس أستعمل الرز المحمود؟ لأن بصراحة أخاف أستعمل غير شي، أقول خاف يعني ما أقدر أدبره، لأن هذا الرز المحمود أنا مجربته وطيب. بس أنا ما أريد أسوي إعلان الرز المحمود، بس يعني أقول لكم إذا تعرفون غير نوعية من التمن اكتبوا لي وعلى مود أني ما أجربه. هسه شوفوا بنات، من هيجي صار يعني خليت شوية الرز، راح اخلي اصفط الدجاج مالتي عليه. انا هسه صفطت الدجاج مالتي على الرز، وهسه اخلي يعني اغطي الدجاج بالبقية الرز مالتي. صدق بنات اني قبل ما اصفي التمان، يعني قبل ما انزل اللوبيا بيها بالرز مالتي، طلعت المطيبات. هسه راح انزل كل الرز مالتي. بسم الله. اني هسه بهذا المرحلة راح اخلي شوية زعفران على التمن مالتي، واخليه يتهدر على نار هادئ فتيجي 20 دقيقة الى نص ساعة. هسه ورا نص ساعة شوفوا التمن مالتي تهدر. هسه راح افرقعه، راح اخلي عليه بسم الله الرحمن الرحيم شوية زيت. بنات لا تخلون الزيت هو يسخن، يقولون مو زين. وهذا شكله هالنهاية التمن لوبيا مالتي. شوفوا، وريحته يخبل وطعمه يجنن. جربوه وإن شاء الله يعجبكم. إذا عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا في قناتي، وشكرا لكم.